السلام عليكم، مساء النور جميعا. بغيت ندير لكم هذا الفيديو. غادي يكون فيديو مصارحة. غادي نهضر فيها على إشاعات أطلقت عني وأيضا حقائق عني. غادي نبدأ بالإشاعة الأولى. بالمناسبة جيبوا شي قهوة ولا شي اتاي تشربوا، باسكو هذا الفيديو يقدر يكون طويل. هذه بالمناسبة قهوة باردة اكتشفتها مؤخرا، والصراحه ولات ادمان بالنسبه ليا، راه كنشربها النهار كامل على داكشي ما كنعسش في الليل. لكن انا كصحفيه، وانتم عارفين بان الخدمه اللي كنخدمها خدمه حساسه، تعرضت للعديد من الاشاعات والعديد من الاكاذيب. خليني نقول لانه صراحه كانت اكاذيب وماشي غير اكاذيب، يعني طعون، كان طعن في المصداقيه، في الشرف، وراه وصلوا حتى العائله ديالي، يعني الحاجات مشات بعيد جدا. لكن غادي نبدا باول اشاعه سمعتها مؤخرا، والصراحه هذه الاشاعه ضحكتني صراحه، اثارت ضحكي واستهزائي بصراحه. وهي انني سانتقل للعمل لقناه النهار الجزائريه، او قناه ال24، هي الجزائريه الدوليه. مع احترامي لكل مكان واحترامي للزملاء الصحفيين اللي خدامين في هاد القنوات هذه، هذا غير صحيح بتاتا، غير صحيح ابدا. انا ما زلت موظفه في قناه فرانس 24 في باريس كمذيعه اخبار رئيسيه. وبالنسبه للناس اللي شافوا انني كنت غايبه المده الاخيره، فكان ذلك لاسباب صحيه نشرحتها في فيديوهات اخرى. كانت متعلقة بأسباب نفسية، يعني اكتئاب وما إلى غير ذلك. الحمد لله أنا في تحسن الآن، هناك بعض الانتكاسات لكن في تحسن الآن. فلا يعني حتى الآن أنا ما زلت مذيعة في فرانس 24، وسعيدة بوجودي في هذه القناة اللي قضيت فيها 13 سنة من مساري المهني، وتعلمت فيها بزاف ديال الحاجات، وزملائي فيها أصبحوا كعائلة صراحة. فالخبر كاذب بكل بساطة. طيب، لأننا هضرنا على قناة النهار الجزائرية، هناك من يقول بأن دنيا نوار ليست مغربية وأصولها جزائرية. انا ما غاديش نخرج باسبور ونوري لكم، انه يعني ما عندها ثمن، راه كلامي خصكم تصدقوه 100%، لانني انسانه صادقه وغير كاذبه. شوفوا، انا بابا وجد من اهل انقاد، اكيد وجده غادي يعرفوا، الناس ديال المنطقه الشرقيه غادي يعرفوا. وماما تازيه من منطقه البرانس. وانا تولدت وكبرت في طنجه حتى المرحله الاعداديه، بدايه الثانويه، ومن بعد جيت كملت قرايتي في فرنسا، ودوزت الباك ودرت الجامعه وكبرت هنا. فالناس اللي كيقولوا باني اصولي جزائريه، بانه جدي هرب من الجزائر، او المهم كاين اللي قالوا بانه جدي حركي وهرب من الجزائر واستقر في المغرب. صراحه انا ما عنديش الارشيف ديال العائله كامل، لكن ما اعرفه عن عائلتي هو اننا مغاربه. ولكن لازم تعرفوا ان في واحد الوقت جدي فعلا كان من وجده ومشى خدم في الجزائر، لانه داك الساعه كان مازال استعمار فرنسي في الجزائر، وكان الوضع الاقتصادي في المغرب مش احسن ما يكون، فكانت الخدمه في الجزائر احسن. فهو كان سمحوا لي كنهضر بالفرنسيه، ولكن هو في واحد الفتره كان مشى خدم في الجزائر، ولكن رجع لوجده. ما كانوش ديك الساعه، ما كانش هاد كيفاش نقولوا هاد العداوه ولا هاد الحقد مع الاسف الموجود حاليا والمتنامي مع وسائل التواصل الاجتماعي بين الناس ما كتعرفش بعضها. ثالث حاجه، هل انا متزوجه بجزائري؟ الاجابه ببساطه لا. انا عندي اصدقاء جزائريين كثر، عندي اصدقاء بحال الاصدقاء المغاربه، بحال الاصدقاء التوانسه، بحال الاصدقاء المصريين عزاز عليا بزاف، بحال الاصدقاء اللبنانيين،
بحال الأصدقاء عندي من الأرجنتين، من اليونان، من جميع دول العالم. أنا إنسانة منفتحة جدا، وأعتبر بأننا كلنا بشر، كلنا أوادم، كلنا كنتنفسوا بطريقة واحدة، كنشوفوا بطريقة واحدة، كنسمعوا بطريقة واحدة. ربي خلقنا في أحسن تقويم، لكن مع الأسف هذه طبيعة الإنسان، يعني دائما يحاول أن يبحث عما يخالفه أو يختلف فيه عن الآخر. اما احنا في الحقيقه اذا مشيتي لاي دوله في العالم، مشي لباكستان، مشي لايران، مشي لاوزبكستان، مشي لاستراليا، غتلقى بان الطبيعه البشريه هي تقريبا نفسها في كل مكان. الموضوع الاخر اللي بغيت نرجع له، لانني هضرت على وجده وعلى تازه وعلى طنجه. العائله بابا انا كانت موجوده في وجده ومازال موجوده في وجده، وبابا وماما مدفونين في وجده، باش تكونوا عارفين. طبعا كنا كنمشيو كنزور وجده بالتران اللي كنا كنبدلو في فاس، يعني كانت رحله بحد ذاتها، يعني كان خصنا نديرو فلوغات هذيك الساعه. فكنا كنمشيو، وملي كتكون عندنا مناسبات في وجده، مثلا افراح ولا شي مناسبه ولا شي حاجه، يعني اعراس، ماما ما بين اللباس الألبسة التقليدية اللي كانت عندها، طبعا كانوا عندها تقشيطات، كانوا عندها قفاطن، لكن كانت عندها أيضا ما يسمى بالبلوزة. احنا كنقولوا لها البلوزة الوجدية، ولكن هي أصلها على ما كنظن بلوزة وهرانية من وهران. هذا يدل على أنه الشعوب اللي موجودة على الحدود متقاربة جدا، متقاربة جدا. ولانني حضرت على هذه المساله ديال الحدود، هناك خبر انتشر عني في وسائل التواصل الاجتماعي. هو ليس اشاعه، هو حقيقه، وانا يعني جايه باش نهضر معكم بكل شفافيه وكل صراحه. الخبر هو انني زرت الجزائر. نعم، اعترف بذلك، لقد زرت الجزائر ومن بعدها زرت المغرب على فكره. يعني المغرب ما كان عنده حتى، يعني شافوا لي في الباسبور باني مطبوع عندي الختم الجزائري، وما شكل ذلك حتى مشكل. مشيت للجزائر، بقيت فيها تقريبا 10 ايام. مشيت للجزائر العاصمه، مشيت لوهران، قبلت فيها ورحب بي احسن ترحيب واحسن استقبال صراحه، لانه راه الشعوب كتبغي بعضياتها، رغم ما يقال وما يشاع على وسائل التواصل الاجتماعي بين الناس ما عارفينش بعضياتهم، غي داويين بحال اللي كنقولوا حنايا. راه الشعوب ما عندها حتى مشكله مع بعضياتها، بالعكس اذا عرفك مغربي راه غادي يحطك فوق راسو، وغادي يدير لك، يعني غادي يحاول يبسطك باي طريقه. وعندي واحد الذكرى جميله في هذا السياق، اننا ملي كنت في الجزائر العاصمه، بالمناسبه علاش مشيت زياره خاصه، لانه عندي اصدقاء جزائريين قالوا لي واش تبغي تزوري الجزائر، وصراحه قالوا لي حنا كنحييوك على شجاعتك انك مغربيه وقررتي تزوري الجزائر. قلت له انا من اجل المحبه والسلام بين الشعبين. فكنا في احد المطاعم في الجزائر العاصمه في الجي، في منطقه حيدره على ما اعتقد. فكان المطعم شبه فارغ، لكن جاء واحد الشخص كيعمل شو، يعني كيعمل عرض موسيقي وكيغني، وكان عنده اون جيتار وبدا كيغني. فملي عرفني انا مغربيه فرح بيا لواحد الدرجه، هو قرر بانه يحكي لي مغامراته في المغرب، وكيفاش كان كيمشي للمغرب وكيمشي كيدير حفلات، وكيفاش كان كيمشي لفاس والرباط واكثر من مدينه يعني. فكان الجو لطيف جدا. ويا ريت يعني كنتمنى انني نقدر ندير لكم مقاطع من هذا الفيديو هذا. كما
كنت كنقول لكم هاد السيد باش عرفني مغربيه فرح بيا بزاف، عاود لي على المغامرات ديالو في المغرب، وقرر انه يغني لي اغاني من التراث المغربي، ودوزنا صراحه سهره زوينه. شطحنا وفرحوا بيا كمغربيه، وصراحه ما شفت منهم غير خير. مشيت لوهران ايضا، اللي هي مدينه جميله بالمناسبه، لكن مرضت فيها مع الاسف. مرضت فما قدرتش نزورها على الوجه الاكمل، وان شاء الله نقدر نزورها في مره قادمه. وبالنسبه لهذه المساله زياره الجزائر وهل تعتبر خيانه ولا تعتبر خيانه، انا بغيت نصحكم تشوفوا عدد اليوتيوبرز المغاربه، يعني من صناع المحتوى المغاربه سواء على تيك توك او يوتيوب، ممن زاروا، هما مغاربه عايشين في المغرب ورحاله هما، وزاروا الجزائر بباسبور مغربي، وكيحكيو التجربه ديالهم بطريقه مصوره وكينقلوا تجربه وتجربه ايجابيه. فانا كنصحكم ربما لمحاوله تفادي او تجاوز بعض الافكار المسبقه، كنصحكم بانكم تفرجوا في هذه الفيديوهات هذه، ربما افكاركم تتغير، لكن اذا لم تغيروا افكاركم فهذا يبقى رايكم، وانا ماشي هنايا باش نغير راي اي واحد. لكن مهمتي في الحياه هو انني كنبغي نقول بان حنايا كشعوب اللي كيجمعنا اكثر من اللي كيفرقنا، خاصه الشعبين المغربي والجزائري. وصراحه من العيب والعار اننا نبقاو دابزين على القفطان وعلى الكسكس وعلى هادي وعلى هادي. راه كما هما كيديو دي يعني كنت غادي نهضر بالفرنسيه، سمحوا لي، كما هما استعاروا كيديو شي حاجات من عندنا، حتى حنايا كنستعيروا وكنديو شي حاجات من عندهم. بحال اللي قلت لكم البلوزه اللي كيلبسوها النساء في وجده، اللي هي اصلها وهراني ولكن كتلبس في وجده في المناسبات هذه، هذا شيء معروف ومؤكد، واذا بغيتوا تاكدوا منه في الانترنت هو موجود. نزيدوا الاشاعه اخرى. اشاعه اخرى هو انني اتقاضى مبالغ من المخابرات الجزائريه، وكاين اللي كيقول لك المخابرات المغربيه، ها اللي كيقول لك هذه عامله الكبرانات، ها اللي كيقول لك هذه عامله المخزن، ها اللي كيقول لك هذه عامله ماكرون وعامله فرانسيس. اشوفوا اخوتي، راه واش فعلا كتظنوا بان لو كنت عميله غادي نكون بعدا اصلا كنهضر معكم في اليوتيوب بهذه الطريقه، في التيك توك عفوا بهذه الطريقه، ونكون خدامه هذه الخدمه؟ يعني انا انسانه عاديه جدا، كنمشي الخدمه ديالي كنتقاضى راتب شهري اللي هو بالمناسبه ماشي كبير، وغادي نقولوا لكم اللي هو يعني تقريبا 3600 يورو بعد الضرائب شهريا، هو اللي كنحاول نعيش به، والحمد لله ربي مكفيني بهذا الراتب. يعني بركه ما تفرجوا في الافلام ديال الخيال العلمي ولا نظريات المؤامره وداكشي، راه داكشي بزاف. وانا حتى اذا جاو شي نهار شي مخابرات يعرضوا عليا انني نخدم معاهم ونشتغل معاهم، ارفض ذلك رفضا باتا، لاني عندي مبادئ، ومبدئي كصحفيه هو ايصال المعلومه. هو محاوله ان اكون محايده. وهذه القضيه ديال الحياد ايضا الناس بزاف كينتقدوني عليها، كيقول لي لا انت مغربيه ولازم تدافعي على بلادك. سمعوني، انا مغربيه، وبحال اللي قلت لكم ما غاديش نجيب باسبور نوري لكم لانه صراحه ما عندها ثمنه، عندها معنى ولكن لا داعي لذلك. انا لو كنت امثل جهه رسميه للمغرب، مثلا سفيره او وزيره، ويشرفني هذا الامر انني نكون ممثله رسميه لبلادي، طبعا غادي ندافع عن بلادي بطريقه شرسه، طريقه دبلوماسيه طبعا، لكن بطريقه شرسه لكن لبقه في نفس الوقت خلينا نقولوا. لكن انا شغلي هو صحفيه في قناه فرنسيه مموله من وزاره الخارجيه الفرنسيه ومن وزاره الثقافه الفرنسيه، فهناك خط تحريري. اذا
انا اشتغل وفق المعايير الموضوعه من قبل الناس اللي كيخدموني. هذا ليس تبرير، هادشي قلتو شحال من حاجه، ولكن كاين الناس اللي ما كيبغوش يفهموا، فبالتالي كنحاول نشرح وكنحاول نوضح مره اخرى. وكنتمنى بان هذا الفيديو يكون بين لكم بعض الحاجات. ولو مازال عندكم اسئله مثلا، ايا كانت الاسئله، انا انسانه شفافه وصريحه، ايا كانت الاسئله انا متاحه للاجابه عنها. ممكن نديروا لايف او نعمل فيديو اخر نجاوب فيه على الاسئله. لكن رأيت أنه من حقكم علي كجمهور ومتابعين، لأنني كنحترمكم ونقدركم، أنني ندير هذا الفيديو باش نشرح لكم، باش نكون واضحة معكم، صريحة معكم، باش ما تيقوش أي حاجة. و هذه هي. شكرا لكم وبانتظار تعليقاتكم، وإن شاء الله هذا الفيديو يعجبكم. واذا عندكم افكار جديده بغيتوا نطرحها لكم، انا معاكم ودائما حاضره ان شاء الله. السلام عليكم.